بما ان سلسله السينما والحلم بدات تتشاف بشكل كبير جدا مؤخرا، وده بفضل الدعم اللي شفته منكم على الفيديوهات الاخيره بالتحديد، وده اداني طاقه بشكل كبير جدا حتى لو ما عنديش وقت او مش قادر ان اكمل تحضير الحلقات، خلاني انتج حلقات بشكل اكبر. وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في حلقات بشكل مستمر كمان. في حلقه النهارده غالبا هتبقى حلقه شخصيه جدا، يعني هتكلم فيها عن نفسي بشكل كبير، مش هحكي عن المؤلفين والمخرجين والممثلين زي ما اتعودت، هحكي عن نفسي بما اني برضو جزء من الصناعه دي بشكل او باخر. يعني الاول، انا مين؟ انا نادر سيف الدين، مؤلف ومخرج. ليه بقيت مؤلف؟ ده جزء اصلا من ان السلسله اتبنت عشانه، السحر اللي طالع من السينما نفسه. فانا الموضوع بادئ معايا من وانا طفل، يعني من وانا صغير خالص، تقريبا من تانية ابتدائي او من تالتة ابتدائي. اي كتاب فيه صور وخصوصا الحيوانات يعني كنت بجمع الصور دي واقعد الزقها واعمل منها ما يسمى دلوقتي او ما يسمى يعني بالكوميك بوك. وطبعا كان ستايل القصص دي اللي هو الثعلب المكار، القرد ابو سديري، الحاجات العجيبه دي. لكن ده كله اصلا بسبب ان من وانا طفل كان في المكتبات بيتباع قصص المصورة الصغيرة، كانت أعتقد بريال أو بربع جنيه. فكنت دايما كل أسبوع بشتري قصة أو اتنين وأقعد بقى أعيش معاهم، اللي هي القصص بتاعة الثعلب المكار والذئب الحيران، الحاجات اللي أنتوا عارفينها أكيد. وفي الوقت ده ما كانش بالنسبة لي الكتابة يعني ليها هدف معين، أنا بكتب عشان عايز أبقى حاجة معينة. لحد الوقت ده ما كانش فيه ده، لحد سنة 2003. في السنة دي أنا اتفرجت على مسلسل حرفيا هو اللي خلاني أو نمى جوايا طموح إن أبقى مؤلف، وهو مسلسل فارس الرومانسية ليوسف السباعي. شخصيا اتأثرت بالدراما وغيرت في حياتي، مش بقول طبعا 100%، لكن المسلسل ده بالتحديد بعد ما اتفرجت على شخصية يوسف السباعي كان عندي هوس بالراجل ده، كان عندي هوس إن أقرأ الروايات بتاعته، إن أبقى في نفس المكان ده في يوم من الأيام، أكتب حاجة تأثر في الناس، أحكي حكايات. فكرة التسلية عموما الممزوجة بأفكار أو لأ، يعني دي حاجات ممكن نبقى نتناقش فيها، لكن بشكل عام المسلسل ده هو الاساس اللي خلى عندي هدف ابقى روائي. لكن مع عشقي الشديد وحبي للروايات وعالم الادب بشكل عام كان عندي خوف وهاجس بيخليني كل ما ابدا او اجرب اتراجع، في حاله من الرهبه بيني وبين الموضوع. ففضلت فتره طويله مش عارف اخد اكشن في الموضوع خالص، لحد ما قررت في يوم من الايام بقى ان انا ادرس السينما بشكل متخصص اكتر. ويمكن لما بدات ادرس سيناريو وانجذب اكتر للسينما، حلمي او طموحي ان ابقى روائي اختفى شويه، وبدات اتسحب في عالم السينما وعالم الدراما. ولما ببص على 15 سنه من 2010 لحد يومنا هذا بكتب بشكل احترافي، ممكن اكون حققت يعني جزء من الاحلام والطموحات اللي عندي، لكن دايما جوايا فكره ان نفسي اقدم روايه او ابقى روائي زي ما حلمت في البدايه خالص، او ده الحلم الاولي عندي. ايه اللي معطلني؟ الحقيقه حاجز جوا نفسي انا. فانا عشان اكسر جوايا حته اني ابدا اكتب في روايه، حبيت ان انا ادرس، ولاني دارس سينما اصلا فعارف ان الموضوع موهبه جنب دراسه، الاتنين ما بيفترقوش عن بعض ابدا. يعني لاي حد بيسال او مهتم عموما انه يكتب او يخرج او يصور، لو عندك موهبه دي حاجه جميله جدا، بس موهبه بدون دراسه او علم او ان انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه، الموضوع هيبقى شبه مستحيل بالنسبه لك. هتتعب، هتتعذب، هتلاقي ان انت بتحلم بحاجات ايدك مش قادره تنفذها لان انت مش عارف الطريقه اصلا اللي بتتعمل بيها. وهي دي النقطه اللي اتعلمتها في 15 سنه قضيتها في الكتابه وفي الاخراج بشكل احترافي، ان لو انا مش عارف الباترن، اي حاجه، اعتقد يعني اي شغل او اي حاجه في الدنيا حابب ان انت تعملها، لازم يكون ليها مخطط او باترن، اللي هو طريقه بتتعمل بيها. ايا كان بقى الحاجه دي بتتطلب ابداع شديد او ما فيهاش ابداع، لكن كل حاجه في الدنيا ليها طريقه بتتعمل بيها. صنعه بيتقال عليها صنعه. ففي حد هتلاقيه صنايعي شاطر جدا بيعرف يطلع افضل ما في المنتج حتى لو المنتج ده فاضي، وفي حد تاني موهوب لكن صنعته قليله. والجامد جدا بقى اللي بيجمع بين الاثنين، ودول عدد يكاد يكون محدود في اي مهنه في الدنيا. عشان كده دايما في ناس صفوه كده فيها جامدين جدا عبقره، وفي ناس تانية كويسين متوسطين شاطرين، في ناس تانية اللي هم يعني الصنايعيه بمعنى ادق يعني. فانا درست فن كتابه الروايه فتره، وبدات اتحرر من قيود الخوف اللي عندي، وقدرت الحمد لله اني انجز اول روايه ليا. وده مشروع قعد معايا 5 سنين، من مسلسل لفيلم لمسلسل، وراح ورجع 5 سنين كاملين. فبالنسبه لي اتحولت الروايه لمتنفس حقيقي اقدر احكي فيه اللي انا عايزه واللي نفسي الناس تقراه. في السينما او في الدراما مهما كان المؤلف جامد او شاطر، مالوش كنترول 100% على اللي بيتقدم. يعني انا ممكن اكون بقدم او كاتب حاجه كويسه، وممكن في اللوكيشن او في غرف مغلقه الحاجه دي تتبدل، يتغير منها جمله، يتغير فيها حبكه، المؤلف ممكن ما يعرفش. فروايتي الاولى اللي اتمنى ان شاء الله ان ربنا يكتب لها النجاح، يعني روايه الورده السوداء، روايه بشكل عام تصنيفها جريمه نفسيه ورعب قوطي وبتدور في اطار بوليسي. اما بقى عن سلسله السينما والحلم وحلم توثيق السينما المصريه، المشروع ده
عندي او كاتبه من 2013، وكان مخطط ليه انه هيتنفذ على قناه فضائيه في 2013 كانت لسه فاتحه جديد. وطبعا المشروع كان اضخم وعلى سكيل اكبر بكتير، كان في عدد كبير من المعدين وكان في فريق كامل يعني بيشتغل عليه. فكان الهدف من السلسله مش بس توثيق الاحداث اللي حصلت في الفيلم، لا كانت السلسله الهدف منها توثيق الانسان المصري بشكل عام في السينما وفي الحياه. يعني انا مشغول جدا في السلسله دي ان احكي عن البشر، مش احكي عن الافلام، مش احكي عن الدراما، اكتر من اني اعرف الناس زمان كانت بتعمل ايه. يعني واحد زي محمد كريم المخرج الكبير جدا، الراجل ده وانا بقرا في مذكراته او بقرا عنه او بشوف هو كان بيعمل ايه، انا في بعض الاوقات والله بحس ان انا بقرا عن نفسي. او واي حد مشغول او عنده حلم وشغف بصناعه السينما لما يقرا الراجل ده وهو شاب في بدايات حياته كان بيعاني ازاي وكان بيحلم ازاي وكان بيضحي بايه عشان يقدر يحقق الحلم ده، هيلاقي نفسه فيها. فكره النجاح من عدمه دي حاجه، وانك تسعى او تقدر تحاول انك تحقق حلمك او تنفذ حاجه حتى لو ما عجبتش الناس، ده احساس مش هيعرفه غير كل واحد عنده طموح انه ينفذ حاجه وقدر يعملها. عجبت حد او ما عجبتوش دي مساله تانية خالص بقى، ده توفيق ربنا واجتهاد وحاجات كتير جدا. لكن الفكره انت نفسك ترسم لوحه او انت بتحب الرسم ورسمت لوحه، عجبت الناس او لا مش تفرق، الفكره في احساسك انت وانت بتنفذها وبعد ما بتخلص بتشوفها قدام عينيك. المرحله دي من الابداع والتعب ليها لذه او ليها احساس، اعتقد ان ده من اعظم الحاجات اللي الانسان ممكن يحسها لما بينجز عمل، حاجه لا توصف. انا مشغول اكتر باني احكي الكواليس، احكي عن الناس، احكي عن مشهد خلاني اصلا افكر في السلسله دي. يعني في يوم من الايام في الفتره اللي احنا كنا عايشين فيها كلنا في صراعات وفي مشاكل في 2013، مجتمع كله بيغلي، الناس كلها مضغوطه وقرفانه وكله بيتخانق مع كله وكل الناس كانت حاسه بتعب وارهاق نفسي شديد جدا. كنت بتفرج على فيلم لعبه الست لنجيب الريحاني، وفي مشهد كان بيقفل الستاره بتاعته عمال يخبط جامد بالشاكوش، فواحد من جيرانه طلع قاعد يزعق له وانت يا راجل انت بتعمل ايه، انت اللي مش عارف مين. خناقه. فانا بالنسبه لي خناقه، يعني بتفرج على خناقه. طلع نجيب الريحاني قال له انت مش عارف مين، انا بعمل كذا ومش عارف ايه. خانقوا مثلا 20 ثانيه، وفي اخر الخناقه قال له الراجل اللي عمال يزعقه ويشتمه ويبهدله، وطبعا مش شتايم كبيره يعني حاجات بالنسبه لنا دلوقتي يعني لعب عيال، بيقول له ما تاخذنيش انت بس عشان صدعتني بالوش ده وانا جاي من الشغل تعبان. اللي هو الخناقه ليها قفله بسرعه، والراجل شيك جدا، يعني حتى راجل بسيط فقير جدا وبسيط وعنده لطف وشياكه في قفله الخناقه. انا الموضوع ده عمل لي هوس، اللي هو ايه ده، هو احنا فعلا كان شكلنا كده، مش بنمسك سنج لبعض، مش بنقطع بعض، مش بنشتم بعض، مش نبقى مختلفين فنهين بعض ونقل ادبنا على بعض. الكلام ده كان بيحصل. يعني احنا في بني ادمين كانوا عايشين في مصر لما بيختلفوا او لما بيتخانقوا كان في حد فاصل مثلا من الذوق ممكن يبقى موجود. يعني حاجه كانت غريبه جدا. وانا بتكلم على 2013 بالتحديد في الفتره دي. طبعا العصر الفتره دي في مصر عارف تماما انا بحكي عن ايه، عارف الضغط النفسي اللي كل الناس بلا استثناء كل طوائف الشعب كانت عايشاه، ضغط مش طبيعي. كل الناس كانت بتتخانق مع كل الناس، ده حقيقي. البرامج بيضربوا في بعض، في الملاعب بيضربوا في بعض، اي حاجه بيحصل فيها تجمع اكتر من اتنين، في اتنين بيضربوا بعض. فانا من اللحظه دي بقى عندي حلم ان اتفرج او اشوف او اعرف الناس زمان كان شكلهم ايه. يمكن احنا تصورنا عن الماضي دايما انه افضل او اوحش، يعني في المطلق. يعني في ناس ممكن تقول لك يا عم زمان ايه ده، الناس بتوع زمان دول كانوا كذا، وحد يقول لك يا ريتنا نرجع زي زمان تاني وفي احلى من ايام زمان. لكن بين الاتنين دول في حد فاصل، في حقائق، في حاجات كانت بتحصل في المجتمع بتحصل النهارده. يعني لما ترجع تقرا في مذكرات الناس في العصر ده هتشوف احداث بتحصل النهارده بالملي، بتتعاد بالكربون، حاجه مذهله. هتقدر تفهم احنا سيكولوجيتنا كانت عامله ازاي. وفكره السيكولوجيه برضو، يعني وانا بحضر الحلقه او بكتب حلقه ببقى مهتم اعرف الظروف المحيطه بالبشر اللي عملوا الظرف ده كانت ايه. يعني احنا بنتكلم في وقت كانت مصر محتله فيه، كانت الناس بتعاني من فقر شديد جدا، بطاله وانهيار، ويعني المجتمع ما كانش سوي، ما كانش سليم. يعني ما اقدرش اجي النهارده اقول والله اصل الناس زمان كان حياتهم مرتاحه ازاي يا جماعه، مرتاحه ازاي؟ يعني احنا بنتكلم النهارده احنا بلد مستقر، احنا زمان كنا محتلين. فاللي كان عنده نوع من الذوق العام، يعني كان في ذوق عام، مش بقى بقول ان الناس كانوا متحضرين، لا معظم الشعب كان تحت خط الفقر وكان فيهم عندهم مشاكل كتير جدا في شكل اللبس وفي حاجات كتير. لكن هل بقى الشكل ده كان مؤثر على سلوكهم؟ باللي انا بقراه وبشوفه بالنسبه اللي احنا عايشين فيه لا، كان في
الى حد كبير رقي، في مراعاه لاصول كتير، يعني في مراعاه، في طبعا ناس منفلته كتير جدا، وفي بلاوي زرقاء حصلت. يمكن ده هحكي عنه حتى في الحلقه الجايه بتاعه توجو مزراحي وفيلم الهويه اللي اتغير اسمه في بعدها ب4 سنين. يعني المجتمع كان متبهدل من المخدرات بعد الحرب العالميه الاولى. يعني في مصر انا بالصدفه وانا بحضر لحلقه فيلم زينب لقيت في مجله اللطائف المصوره لقيت اعلانات عن مصحات لعلاج الادمان. طبعا ده فيلم بقى تاني هنحكي عنه، ده موضوع كبير جدا، عجبني جدا بصراحه. كان في ناس نصابين دماغها حلوه قوي زمان. كل ده مخليني اني عايز ادخل جوه الانسان المصري او المصري عموما زمان. ليه؟ عشان يبقى عندنا مرجع، نبقى عارفين نفسنا احنا مين، احنا كنا مين وبقينا مين وعايزين نبقى ايه. يعني مفيش انسان بيتغير او بيتطور غير لو هو عنده مرجع لحاجه عايز يتغير عشانها. مفيش حد بيتغير في المطلق، ده اذا يعني احنا شايفين ان احنا محتاجين نتغير. انا ما بقولش حاجه، مش دعوه. الموضوع كله بالنسبه لي هو الانسان. انا بوثق السينما، انا بوثق الاحداث اللي حصلت، لكن جوه بقى الاحداث نفسها او جوه الفيلم اللي بتكلم عنه انا بحكي عن البشر اللي عملوه، اللي كانوا بشكل او باخر متصلين بالعالم الخارجي. احنا النهارده ما عندناش صانع بالمعنى الحرفي للكلمه زي الناس زمان. زمان كان معظم الصناع ما كانوش منفصلين عن الناس. اللي بتدور عليه مثلا مستحيل تلاقي واحد زي عبد الوهاب بعد ما وصل للدرجه دي من الشهره من النجاح ما يعرفش الناس عايشه ازاي وبتعمل ايه، ومالوش علاقه ببيئته خالص. هتلاقيه دايما منغمس جوه مع الناس. وقيس بقى على كده كل الفئات اللي اشتغلت في السينما في الفتره دي وفيما سيليها كمان. فحلم التوثيق ده كان عندي من زمان، بس طبعا عشان ارجع اعمل السلسله دي تاني او افكر فيها بشكل يليق بقى بالوقت اللي احنا فيه ده، خد مني مجهود كبير جدا، مش في التحضير بس، لا في فكره انا هحكيها ازاي او هقول ايه او الناس هتتقبل ده ولا لا. يعني فكره ان انا بعمل حاجه، انا من الناس المؤمنه اني مش بعمل حاجه لنفسي. في ناس كتير تقول لك اعمل الحاجه وارميها للبحر، لا ده انا بشوف ان ده غلط. انا لما بكتب كتاب انا بكتبه عشان في حد يستمتع بيه ويقراه، ينتقدني يعجبه ما يعجبوش دي مرحله تانية، لكن الحاجه او المنتج، يعني كل دي منتجات، كل دي صناعه ايا كان بقى، صناعه السينما، صناعه الاغاني، صناعه الادب، كل دي صناعه بيمولها الربح. فلو انا بعمل حاجه لنفسي هحطها في الدرج مش هزعج بيها حد، لكن انا بعمل السلسله عشان توصل للناس، عشان توصل لكم، عشان لما اتفرج عليها تتفاعل معاها. انا بالنسبه لي الاصل في الموضوع ان الناس تتفاعل مع الحدث اللي انا بحكيه. ان لما مثلا احكي عن موقف حصل في فيلم معين او في سنه معينه او حد عمل حاجه ملفته، الناس لما تسمعها تفكر فيها. وفكره التاثر بعمل او بموقف بيخليك طول الوقت في حاله تفكير، ومجرد ما هتفكر هتلاقي ان الدنيا من حواليك بتتغير. احنا يعني اعتقد المشكله ان معظم المنتجات اللي بتغذي عقولنا الفتره الاخيره ايا كان بقى جايه منين، من بره من جوه من اي حته، المنتجات دي هدفها انك ما تفكرش، الهدف منها انك ما تتاثرش. منتجات معلبه، منتجات ما فيهاش روح. خلينا نقول ان الهدف من السلسله هو ان احنا نشوف نفسنا زمان ونعرف احنا كنا بنعمل ايه، كان الهدف اصلا من الصناعه دي كان ايه، بدأ ازاي وراح فين، مين طوره واتطور على انهي اساس، مين كان مشغول بالصناعه اكتر ومين كان مشغول بالربح اكتر. كل ده هنحكيه في فيديوهات السلسله اللي جايه، وطبعا موجود في ال6 حلقات اللي اتعرضوا من فتره. فانا مهتم بتفاعل الناس على الفيديوهات، مش تفاعل باللايك بس، لا انا عايز اسمع من الناس. يعني عايز اعرف مثلا رايكم في اللي حصل، وجهه نظركم في حدث معين، عايزين تعرفوا عن حاجه معينه. يعني فكره النقاش، هي النقاش بالنسبه لي هي المغذي الرئيسي الفتره الجايه للسلسله. طبعا احنا بنحكي عن وقائع تاريخيه، لكن جوه الوقائع دي حكايات كتير. يعني على سبيل المثال في الحلقه الجايه اللي هنتكلم فيها عن فيلم الهويه اللي اتغير بعد 4 سنين من عرضه لفيلم كوكايين، وربنا يستر من الاسم، اخراجه وتاليف توجو مزراحي. هنتكلم بقى عن توجو مزراحي. الراجل ده برضو يعني دماغ، كان من اسره من الاسر التقيله جدا في صناعه وتجاره القطن في اسكندريه، وهو من اصول يهوديه ودماغه سم. يعني اعتقد ان الراجل ده برضو من الناس اللي فرقت في فكره الصناعه مش الفن. الصناعه، هو كان شغوف طبعا بالفن وكان شاطر، لكن الصناعه بقى، يعني الراجل ده اول واحد فكر في الربح. اعتقد ان هو اول واحد يعني، وليه جمل
هنحكيها في الحلقه برضو، يعني ازاي ان مفيش حد يتفرج على حاجه ببلاش، مفيش حاجه ببلاش، احنا هنا كله بفلوس. فالراجل ده فرق في الصناعه. هنحكي هو الفيلم ده كان هدف منه ايه يعني، وليه فكره المخدرات كانت شاغله الراي العام وقتها، وازاي ان عمل في الفتره دي خرج عن المألوف تماما من كل الاعمال، كان معظمها انسانيه اجتماعيه، وده راح في اتجاه تاني وخد شكر من جهات كتير جدا داخليه ومن الحكومه وكذا حاجه، يعني ان هو فتح القضيه دي للمجتمع. انا مش عايز اطول اكتر من كده في الفيديو، اتكلمت كتير جدا، يعني قلت معظم اللي في دماغي واللي حابب اقوله اللي الناس تعرفه عن السلسله وعني بشكل شخصي. لو عايزين نتناقش في فكره بالتحديد او نتكلم عن حاجه بعينها، قولوا لي في الكومنتات، ممكن اعمل فيديو تاني احكي فيه عن الحاجه دي او نتكلم فيه بعيدا عن السلسله وبعيدا عن تفصيص الافلام او مراجعتها او حكاوي السينما اللي ما بتخلص. يعني ممكن نتكلم في اكتر من حاجه. انا الفتره الجايه برضو هتكلم عن روايتي، هتكلم عن تجربه كتابه روايه بشكل عام، للي مهتم او اللي حابب يجرب او اللي حابب يخوض التجربه فيما بعد وعايز تفاصيل او عايز يعرف ممكن يعمل ايه. انا كمان عندي فيديوهات لتعليم السيناريو من فتره طويله جدا على اليوتيوب للي مهتم وعايز برضو ياخد فكره. لكن طبعا انا بقول دايما ان الكورس لوحده مش كفايه انه يخليك محترف. الكورس بيفتح عقلك انك تعرف ازاي تتعلم، ودي اول حاجه اصلا اتقالت لي لما درست في 2009، ان احنا بنعلمك ازاي تتعلم، ودي اهم حاجه ممكن تكتسبها في حياتك، انك تعرف ازاي تفهم الحاجه اللي انت عايز تمارسها، سواء الكتابه، الاخراج، التمثيل، الغنى، اي حاجه. حتى لو انت محاسب، دايما لو عايز تتطور او عايز تبقى في مكان اكبر او في مكان احسن او تبقى مختلف عن غيرك، لازم تعود نفسك انك تتعلم طول الوقت حاجات مختلفة وجديدة حتى لو ملهاش علاقة بمجالك. ودي النقطة اللي مش كتير فاهمها. لو انت عايز تتطور، تعلم حاجات مختلفة، خلي عقلك يشوف مسارات ما بيشوفهاش. المسارات اللي بتتفتح دي هي اللي بتخليك مختلف عن غيرك، مش بس علمك في الشيء اللي انت هتحترف فيه او هتتخصص فيه. كل ما كان عندك تجربة حياتية كبيرة، كل ما كان عندك تجربة مختلفة ومتنوعة ومتأصلة وداخلة مع الناس وفي الشارع، كل ما كنت شخص فريد في تفاصيل تفكيرك واللي بتقدمه. الانفصال عن الواقع وعن الناس بيؤدي دايما لشيء مبتذل، انت بتاخد من على السطح دايما. لكن لما انت تبقى عندك تجربتك الخاصة، تقدر تحكم على الاشياء، تقدر تقدم للناس حاجة ما تقدمت لهمش قبل كده. اشوفكم على خير ان شاء الله. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.